خدعوك فقالوا إن جيناتي مدمرة حياتي واختياراتي. كم مرة سمعنا إن أنا بتخن وما بخسش وباكل كتير واللايف ستايل بتاعي مش احسن حاجه عشان انا عندي جيناتي هي اللي بتخليني تعمل فيها كل ده، اصلا انا عندي العيله كلها تخينه فبالتالي احنا كلنا عندنا تخن بالوراثه. كم مره بنسمعها كتير جدا. طب هل فعلا مرض السمنه مرتبط بالجين؟ طبعا، واثبت اساسا ان مرض السمنه مرض جيني، يعني العنصر الاساسي فيه ان هو جيني. بس هل هو كده يعني نهايه الطريق خلاص نوقف الدنيا؟ لا، احنا بايدينا اللي نقدر ان احنا نفتح بوابة هذا الجين واحنا بايدينا نقفله. وياما ناس كتيرة قدرت تتحكم في اللايف ستايل بتاعها برغم انها عندها عامل الوراثة في السمنة كتير موجود، لكن قدرت تتحكم في نفسها وقدرت تظبط نفسها. الموضوع مش مستحيل بس صعب. ولو انت شايف ان انت مش قادر تتعامل مع السمنة لوحدك نتيجة لعامل وراثي وان الموضوع صعب وان انت مش قادر تتحكم في اللايف ستايل بتاعك، بليز كول فور هيلب. يعني ايه كول فور هيلب؟ يعني اطلب مساعده. اي طبيب اخصائي تغذيه علاجيه هيفيدك جدا في الموضوع دوت. هيلث كوتش دلوقتي، الهيلث كوتشز دلوقتي افري وير واحنا منتشرين جدا، يقدر يساعدك جدا في ان انت تقدر توصل للهدف بتاعك. يعني ايه تقدر توصل بتاعك؟ انت بيبقى قدامك تحديات، عندك مشاكل كتير، هو بياخد لك الموضوع ده مشكله تحدي وبياخدك من الاول خالص ويطلع معاك خطوه خطوه لغايه توصل للهدف بتاعك. وصدقوني ناس كتيرة قدرت عن طريق ان هي بالمساعدة قدرت انها تتخطى كل المشاكل اللي قدامها وتتخطى هذا العامل الجيني وتوصل للاهداف بتاعتها كمان وتقدر تكمل عليها. وسؤال حلقة النهاردة، لو انا عندي مرض السمنة وراثة في العيلة، هل انا اقدر اتحكم في جيناتي ولا لا؟ سؤال سهل اهو.